يعني لا تكون هناك خسائر كبيرة بين الطرفين. وعلى أي حال الأوضاع هنا في شارع الخليفة المأمون، يعني ما السبب إلى تطور هذه الأوضاع هو الشعارات التي جاء بها أعضاء المسيرتين الذين جاءوا. ما هي هذه الشعارات محمد؟ الشعارات هو ضرورة أن يسلم المجلس العسكري السلطة فورا. لا أحد يريد، يعني كانت منذ قليل ومنذ صلاة الجمعة كانت الشعار وهو تسليم السلطة قبل نهاية يونيو في 30 من يونيو أو في موعدها. أصبح الآن الشعار هو التسليم الآني والفوري للسلطة. بعض المتظاهرين الآن يحاول الدخول إلى جانب القوات المسلحة والشرطة، وتحاول أيضا القوات المسلحة كما تشاهدين معي في الصورة يعني إبعادهم عن المنطقة هذه وعدم استخدام. أيضا هناك تعليمات مشددة بعدم استخدام الأسلحة وعدم استخدام العصي وعدم استخدام الدروع تجاه المواطنين، وأن الشعب لا يقف ضد أن الجيش لا يقف ضد المواطنين، وإنما الجيش يحمي المواطنين. لكن هناك محاولات كثيرة لاستفزاز القوات، وهناك تراشق بالحجارة من جانب المتظاهرين كما توضح الصورة معي. وأيضا هناك في المدينة الجامعية المجاورة لشارع الخليفة المأمون أو المطلة على شارع الخليفة المأمون، وهذه المدينة هي تابعة لجامعة عين شمس. هناك بعض الطلبة لا نعرف إذا كانوا طلبة أم أيضا من المتظاهرين كيف تسلقوا إلى هذه المدينة وإلى غرفها، يطلون من البلكونات والشبابيك، وأيضا يساعدون في إلقاء الزجاجات، ويساعدون في استفزاز القوات، ويساعدون في يعني الاعتداء على القوات المسلحة وعلى الجيش. المانع والحاجز السلكي موجود بأكمله، ما عدا جزء بسيط منه هو الذي اخترق، وهذا الجزء هو من